السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لحضراتكم وأهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات سؤال دوائي. النهاردة وبشكل مختصر وبسيط هنجاوب على سؤال: هل ممكن يحصل حمل مع وجود أو تناول حبوب منع الحمل؟ والحقيقة إن الإجابة بشكل قاطع وواضح ممكن، لكن وفق للدراسات اللي أجراها العلماء قالوا إن معدلات فشل حبوب منع الحمل بتساوي 9%. يبقى احنا عندنا معدلات نجاح لحبوب منع الحمل بنسبة 91%، وعندنا 9 من كل 100 ممكن يحصل لهم حمل مع تناول حبوب منع الحمل. علشان كده احنا بننصح السيدات اللي بياخدوا حبوب منع الحمل باتباع استراتيجية الاستخدام النموذجي. يعني يا جماعة الكلام ده، يعني دي الطريقة اللي بتتناول فيها السيدة حبوب منع الحمل بشكل منتظم وواضح ومتكرر. لأن الفكرة ببساطة حبوب منع الحمل بتشتغل على هرمونات معينة في الجسم. الحبوب بتبقى مسؤولة عن وجود الهرمونات بحد معين داخل جسم حضرتك. لما بيحصل إن ما بناخدش الحبة أو بننساها بتنخفض هذه الهرمونات، وده بيكون سبب لحدوث حمل في هذه الفترة وبنسميه الحمل العرضي. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تسبب فشل في تحديد النسل؟ بشكل أساسي سلوكيات السيدة في استخدام الوسيلة أو الأقراص لمنع الحمل. يعني ايه سلوكياتها؟ يعني على سبيل المثال إني مش بنتظم في أخذ حبوب منع الحمل في كل يوم في نفس التوقيت، وبالتالي بتتأخر شوية فتنخفض مستويات الهرمون في الجسم، وده بيؤدي إلى إن ممكن يبقى فيه فرصة لحدوث تبويض. الحاجة التانية إن استهلاك الكحول، العلماء اكتشفوا إن بيحصل معاه فشل في عمل أقراص منع الحمل. الحاجة التالتة والمهمة جدا إن لو حضرتك مثلا حصل في نوع من الترجيع بعد تناول أقراص بوقت قصير جدا، ممكن لا يؤدي يعني هذا الترجيع إلى عمل الأقراص لضبط مستويات الهرمون في الجسم، فيبقى كمان ده سبب من الأسباب. السبب الرابع والأخير إن ممكن يبقى فيه تدخلات دوائية مع حد بيتناول دواء باستمرار. هذا التدخل ممكن كمان ما يخليش الأقراص تشتغل بشكل مظبوط ويقلل مستويات الهرمونات اللي احنا محتاجين تبقى موجودة علشان نمنع الحمل. دي كانت أهم الحاجات، والمهم جدا إن احنا نقول لكل سيدة بتتناول أقراص منع الحمل لابد من وضع استراتيجية نموذجية لاستخدام وسائل منع الحمل. ومهم جدا إن حضرتك تظبطي وقتك وتظبطي مواعيدك على مواعيد الأقراص اليومية، وإن إذا في أدوية أخرى بتتداخل مع الأدوية لابد إن احنا نقول للدكتور بتاعنا إن أنا باخد كذا وكذا وكذا، هل ده ممكن يتعارض مع الأقراص؟ دي كانت الإجابة على سؤال هل ممكن يحصل حمل مع وجود أقراص منع الحمل. أتمنى لحضراتكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.